ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده، هنعمل مع بعضينا الفول. هنعمله بطريقه حلوه وسهله وبسيطه جدا، وهينفعك حلو قوي في سحور رمضان. يعني ان انت تعملي كميه، ايا كان الكميه اللي انت حابه تعمليها وتفرزيها في الفريزر، بتنفع حلو قوي. يعني اتمنى طريقتي بتاعت النهارده تعجبكم. خليكم معايا واحده واحده، هنسمي الله وهنبتدي الطريقه. المقدار اللي انا هعمله النهارده، عامله كيلو الا ربع من الفول. تمام كده على ربع كيلو فول اللي هو المدشوش يعني ربع كيلو فول، وكيلو الا ربع فول حبه كامله. تمام، بتجيبي نوع يكون كويس جدا. كده الكميه بتاعتي بسم الله ما شاء الله، بعد ما انا غسلاها ومنقياها كويس جدا. بعد لما بتغسليها وتكوني منقياها حبايه فاسوسيه طوبايه اي حاجه، وتشيليها تروحي غسليها وهتنقعيه ليله كامله. يعني هتنقعيه ليله كامله ميه عاديه من الحنفيه. كل 4 ساعات تغيري الميه. تمام كده بصوا بسم الله ما شاء الله، بقى بعد ما اتنقع وجيت بقى ان انا هسويه، بصوا الحبه تضاعف حجمها واظن الكميه واضحه. يعني الكميه كانت قد ايه؟ بصوا الكميه نطرت يعني نطرت في البوله كلها. بعد كده بقى هصفيه من ميته وهبدأ احطه في حلة تكون كبيرة عشان تاخد راحتها في السوا. عندك القدرة بتاعة الفول مفيش اي مشكلة، ما عندكيش هنستخدم الحلة ونتيجة التسوية واحدة. محدش يقول لا ده ديك بيبقى ليها نتيجة تسوية والقدرة اللي عندك التسوية، لا اعمليه بالطريقة ديك هتبقى النتيجة واحدة. بعد ما حطيت الفول في الحلة كده هجيب حوالي 5 معالق كبار من العدس. تمام، العدس الاصفر بغسلهم واروح حطهم حوالي من 5 ل6 معالق كبار كده واروح حطهم. حابه تضيفي معلقتين رز مفيش اي مشكله. بعد كده بقى انا عاوزه لونه يبقى مصفر. لو انت حابه ان هو لونه يبقى مصفر هتحطي ايه؟ ربع معلقه صغيره كده من الكركم، وما تكتريش عشان ما يغيرش طعمه. مش حابه لونه يبقى مصفر، بتيجي بقى في الاخر وتحطي لون احمر. في ناس بتحب الفول لونه احمر. حطينا ايه تاني؟ حطينا سنة صغيرة من ملح الليمون، يعني على طرف المعلقة كده ملح الليمون. ملح الليمون بيساعد على ان هو يستوي بسرعة ويخليه زي الكهرمان كده مش متاح عندك ملح ليمون، عصرة نص ليمونة كده بتحافظ برضو على لونه وبتساعد على التسوية. واروح ضايفة بقى ايه؟ مية مغلية عليه، ما بحطش مية ساقعة عليه. ضيف بقى مية مغلية واغطيه كويس جدا واكتم غطاه لو عندك في ورق فويل زي ما انا عامله كده مفيش اي مشكله. واحطه بقى بصي يغلي واوطي عليه زي الشمعه. يعني اول لما يغلي بتوطي عليه زي الشمعه كده. بصوا في نص السوا كده بتهدي عليه، يعني هيقعد معاكي حوالي 4 ساعات على البوتاجاز كده زي ما قلت لك على نار واطيه جدا عشان يطلع معاكي الحبايه بتاعته دايبه جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله لونه حلو قوي ومستوي برضو، بس انا عاوزاه ان هو يبقى دايب قوي، فلسه هيكمل سواه وهوريه لكم. خليكم معايا واحده واحده. هغطيه بقى تاني واحطه ايه حوالي ساعه واوريه لكم بعد كده. كده بعد بقى مستوى، بصوا تقل معايا شويه. بصوا بسم الله ما شاء الله ودايب اكتر. الفول بتاعي بقى جاهز. في بقى خطوتين للتفريز، حبه تفرزيه كده مفيش اي مشكله. ما بتحبيش تاكليه كده ان هو يبقى كله حب، بتاخدي نص الكمية وتفرميها في الخلاط وتروحي ضيفاها على الفول تاني. يعني بتاخدي نص كمية الفول وتروحي ايه فرماها كويس جدا وتروحي حطاها على الفول. بتخلي الفول ايه ميته ان هو حبايته تبقى موجودة، وفي نفس الوقت ميته تحس ان هي تقيلة كده من الجزء اللي انت فرمتيه. تمام كده هنا كنت حابه ان انا اوريكم طبق كده خدت مغرفه فول كده وحطيت عليهم سنه ملح مع سنه كمون مع معلقه بقى ايه سمنه بلدي كده حلوه مع معلقتين طحينه. تمام كده واحط عليهم عصره ليمون، وكلي احلى طبق فول انت عاملاه من ايدك. صدقوني هتحسوا بفرق خالص ما بين الشراء وما بين البيتي. يعني انتوا هتحسوا بالطعم، ويعني هتحسوا هو كله فول بره، ما بيعملوش كله فول، اكيد بيزودوا حاجات تانية.
لكن انت عاملاه في البيت ضامنه جودته وضامنه نظافته وضامنه انت حاطه ايه كويس جدا. كفايه يعني ايه فرحه الواحده لما بتبقى عامله حاجه في البيت من ايديها كده هوت، يعني الواحده بتبقى مبسوطه. فصدقوني طعمه حلو قوي، بس انت تتبعي الخطوات. حابه بقى تعمليه بطماطم ببضايه، دي حاجه ترجع لك انت، بس انا وريتك يعني لما حطيت عليه الطحينه والسمنه والتوابل بوريكي. بصي هو بيبقى عامل ازاي، دايب خالص وصدقيني حلو قوي. طبعا في التفريز في الفريزر انت ما بتحطيش عليه اي حاجه خالص، ولا ملح ولا طحينه ولا اي حاجه، زي ما هو في الحله كده هوت. بتبداي ان انت تكيسي وتحطيه على قد وجبتك، هتكيسيه وتحطيه في الفريزر. حابه بقى لما تطلعيه تعمليه بيبقى بتغديعه، تعمليه بطماطم ببضايه بطحينه، مفيش اي مشكله، ده على حسب اللي انت بتحبيه. حابه تطلعيه وتفرميه، في ناس بتحبه مفروم، مفيش اي مشكله. انت معاكي الفول، اتعاملي معاه بالاطعمه اللي انت حابه تعمليها كانك جايباه من بره بالظبط. دي كده الكميه بتاعتي اهي، هوريكم لما هيكيسوا بسم الله ما شاء الله يطلع لي كميه حلوه قوي. واهم حاجه نوع الفول، يعني تجيبي نوع فول يكون كويس. اهو بصوا لما برد هتحسي انه عمل قشره من على الوش، مفيش اي مشكله، بتقلبيه يعني بيرجع لوضعه كده. وبصوا لونه زي الكهرمان. اهو بتبداي بقى ان انت ايه تكيسيه. انا ما كيستهوش وهو سخن قوي، عشان يعني غلط لما يتحط في الفريزر وهو سخن. انا استنيت لما هو هدي وبعد كده عبيته في كيس. بتحطي على حسب الوجبه بتاعتك، على حسب ما بتحطي في الكيس. واحطه بقى في الكيس يبرد كويس جدا، واروح حطاه في الفريزر. وقت ما تيجي بقى تستخدميه بتستخدميه. الحاجات دي بتوفر عليكي وقت ومجهود. وغير ما انت بقى ايه تبقي جبت النهارده فول للسحور ما جبتش، لا الحاجات دي بتوفر عليكي الحته دي، يعني بتوفر عليكي الحته دي، بتبقي شايله ايه، شايله هم. وانا عندي الفول بتاع السحور. ممكن برضو تعملي البليله وتحطيها في الفريزر، ما فيش اي مشكله. الحاجات دي بتسهل عليكي جامد جدا. دي كده بتكون الكميه اللي انا عملتها. بصوا بسم الله ما شاء الله كميه حلوه قوي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم وصفتي النهارده، وبألف هنا وشفا على قلبكم.